طيب هجاوبك ان شاء الله. دي طبعا زي ما بنقول قناة مايكا جروب، وانا عمرو مصطفى، وسؤال حضرتك عن الرخام اتركب ميكانيكال ومع ذلك ملح رغم ان مفيش مونة. تمام، احنا بنقول خلاص في انواع معروف ان هي بتبقى سريعة التمليح، وخاصة لو خدت انتيج بتبقى اكتر في التمليح، زي التريستا، الميلي براون، الميلي جراي، الاسود اسباني، كل العيلة دي خلاص انتوا اشطر مني وحافظينها. طيب هي ليه بتملح وهي راكبه ميكانيكال ما هياش واخده مونه؟ بتملح لان هي بتمتص البخار بتاع الميه والندى وبيتفاعل معاها وبالتالي بترمي املاح. طيب الوقايه خير من العلاج، انا مش عايز الكلام ده يحصل، اعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا، بنتصل بشركه مايكا جروب. يا مايكا جروب انا عايز مضادات الاملاح، او عايز المنتج اللي اسمه بروتكت ماكس، وده بحطه على الظهر وبحطه على الداير بتاع البلاطه اللي هو البسطون زي ما بتسموه في اي مكان. خلاص ده مهم جدا. الوش بتاع الرخام يفضل ان هو يكون واخد ماده معالجه زي السوبر فوكس، ومن الكود بي ار 7850 اللي هو برضه بيمنع الاملاح. طيب انا ما عنديش، ما جاش من المصنع باخد الكلام ده، ممكن اعمله في الموقع عادي جدا واركب. بس في الاخر انا لازم الرخام اللي انا حفظت ان هو بيدي املاح لازم اديله حماية مضادات املاح من الظهر واسيبها. يعني لازم تبقى واضحة صريحة موجودة، وما اجيش اجليها ولا اجي اعمل حاجة. لكن الوش لازم اجليه ولازم انضفه ولازم اظبطه عشان يظهر على الواجهه بتاعتي او يظهر للناس بصورته الطبيعيه. فهنا لازم احط السوبر فوكس بمشتملاته واعمل له الجيله، خلاص مفيش مشكله. بس ايه، قلنا لازم اخد الكود اللي هو مضاد للاملاح البي ار 7850. دي حاجات مهمه جدا جدا جدا، عشان في كتير من ولادنا واخواتنا بيقعوا في الفخ دون، وبعد ما يركب يلاقي الرخام ملح، وبعدين يبقى واخد بسعر ويبتدي يلاقي نفسه عشان يعالج هيدفع سعر تاني ويتكلف. الوقاية خير من العلاج عشان ما نقعش في المشاكل دي. ودايما بنقول الدعم الفني في مايكا جروب مجانا. ابعت رسالة، اسأل واعرف ايه اللي تعمله، الناس جاهزين هيردوا عليك ويقولوا لك تتصرف ازاي وتعمل ايه. وان شاء الله يا رب ما يبقى فيه مشاكل عند اي حد، والموضوع يبقى كله سهل وبسيط. دمتم بخير، وتابعونا، ما تنسوش اللايك والشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. مايكا جروب الأقرب إليكم في الوطن العربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.